السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول الفيديو يا ريت نعمل لايك واشتراك. موضوع مداهم واللي حصل في حوار مداهم، إن في ناس كتير ما عارفاش الموضوع. مداهم كان في لايف، فالناس وصلت له لواحد كان فاتح برضه لايف. الشاب ده الشقة بتاعتهم اتحرقت، فناس كتير قالوا له إيه، حاول توصل لمداهم أو لشاكر. فربنا كرمه يعني وكده ووصل لمداهم. مداهم بقى أول ما شاف يعني اتكلم معاه وكده بيقول له شقتنا محروقة، وورى له منظر الشقة في اللايف. فمداهم صعب عليه وراح قال له خلاص شقتك انا هفرشها لك، وبكره تكون شقتك مفروشه. الواد فرح طبعا، وناس كتير فرحت وكده. عدى يوم والتاني والتالت واسبوع، ومداهم ما راحش ولا سأل ولا عمل اي حاجه. حتى يعني الفيديو اللايف ده كان طالع اكسبلور. تمام. جينا بعد كده طلع الواد فتح، فدخلوا له الناس بيسالوه ايه اخبار الشقه وكده. فالواد بيقول يعني بيحكي كان على نفس الموضوع، بيقول انا عايز افرش شقتي. يا جماعه شقتي محروقه حد يساعدني. فكان في داعمين كتير بيقولوا له ازاي انت ليه بتطلب تاني؟ ما مداهم قال لك افرشها لك. قال مداهم ما فرشليش ولا تواصل معايا ولا سالني ولا دور عليا اساسا. فمداهم كان بياخد اللقطه، كان يعني عايز حابب ياخد اللقطه بس مش اكتر من كده، او عايز يقلد شاكر. هو شاكر طبعا شخصيه محترمه كل الناس عارفينها ومش بيتاخر عن حد، بس مداهم بتاع لقطه، بتاع منظر. الحوار كله ما يعني انت مش هتفرش له ما تقولوش اعمل لك. ليه بتعشم وتخلى بيه بتضحك عليه؟ حرام عليك، قول له مش هعمل. قول له حاضر هشوف، لكن خلاص شقتك اتفرشت وكده. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل.